السلام عليكم، اهلين وسهلين. بناء على طلب الجماهير انهم يعرفوا الاضافات او الاكستنشنز اللي بستخدمها في جوجل كروم في حياتي اليوميه وعامه في المذاكره، فانا هشارك معاكم 10 اضافات بتساعدني على مستوى الشغل ومستوى المذاكره. فيلا بينا. السلام عليكم، ايه الاخبار؟ اخدت بالك انت من الانترو الجديده صح؟ دي هتبقى سلسله جديده للبرامج والادوات اللي ممكن بستخدمها في حياتي اليوميه، فخلينا ما نطولش عليك ونبدا معانا في اول أداة. زي ما هو واضح عندي كده ان دي بتبقى الاضافات اللي تبقى عندي في الشريط اللي فوق ده. فاول اضافه معانا هي نوشن ويب كليبر، وهي أداة قويه ورائعه تقدر تنظم بيها حياتك كلها لانها شبه النوتة، بس هي مش نوتة، هي فيها اوبشنز كتير واكتر من انها تقتصر على شكل نوتة وبس. في الأداة دي زي ما قلنا هي اللي بتبقى مسؤوله عن تنظيم وربط افكاري ومذاكرتي وبحثي كله في الاداه دي. فمثلا من ضمن استخداماتها اني مثلا بتصفح وعجبني مثلا مقال زي ده كده، وانا محتاج المقال ده عشان اقرا منه او يفيدني في وقت تاني، فانا عايز احتفظ بيه في مكان معين، فبدوس دوسه على الايكون بتاعت النوشن ويب كليبر، فهو يا دوبك بياخد الموقع وبيسيبه عنده في مكان انا عامل لها سيتنج قبل كده، بيحطها في الجورنال عندي. فيا دوبك اول ما بعمل سيف بتروح هناك تسيب على طول. والحركه الاجمل هنا انك لما تدوس على اوبن ان نوشن بيحصل ان الموقع هنا بيتسيف بشكل من غير اعلانات. يعني الجمال في الموضوع مثلا اهو ده الموقع اللي احنا سيفناه اخر واحد، لو فتحنا كده عملنا زوم فالموقع هنا بيتسيف بس جاست الصور والكلام، فلو في اعلانات او حاجات مزعجه في الصفحه عامه مش هتيجي قدامك لانها بتتشال، هو ده بس يحط لك النص والصور فقط. فهي اداه قويه وانصح بيها بشده انك تجربها لانها هتفيدك وهتردب لك حاجات كتير في حياتك اليوميه. هي ممكن تكون معقده في الاول او واسعه شويه وهي كبيره فعلا، لكن مع الوقت هتتعلمها واحده واحده وهتخلصها بسرعه. تاني اضافه عندي على الويب براوزر هي جوجل ترانزليشن. هي مجرد اداه ترجمه، وهي على الرغم من بساطتها ولكن بيختصر عليك خطوه انك تروح تفتح جوجل ترانزليشن عشان تكتب الجمله او الحاجه اللي انت تبحث عنها. فمثلا انت بمجرد مثلا تحدد الكلام ده كده فيطلع لك الايقونه بتاعته فيروح مترجمه زي كده على طول. ده هيفيدك في انك مش لازم تروح تعمل نيو تاب وتفتح جوجل ترانزليشن وتكتب الجمله، فده هيختصر عليك وقت كبير. ده غير انك ممكن اصلا تدوس عليها هي ذات نفسها. مثلا انت مثلا عايز لا هنكتب جمله مثلا كلمه ثانيه مثلا عايزين نترجم كلمه work، فبرضه ايه يترجمها لك ويجيب لك النون والفيرب والادجكتيف، ويعني بيجيب لك تفاصيل كويسه في الترجمه، فده بيختصر عليك وقت ومجهود. فالموضوع جميل الصراحه، يعني ايه سورسد. الاداه اللي بعديها وهي هوفر زوم. هي اداه برضه بسيطه يعتبر. فانت مثلا عايز تعمل تبحث في جوجل جوجل فوتوز، في جوجل ايمج عايزين نبحث مثلا على كات، صور للقطط، تمام؟ فهو بمجرد انك تقف كده فهو يفتح لك الصوره بالريزوليوشن الكبير بتاعها الاصلي. فمثلا لو في صور صغيره في مواقع او صور بتبقى صغيره فانت عايز تكبرها بدل ما تفضل تدوس عليها وتفتحها لك، وممكن اصلا يكون في اعلان اصلا لما تدوس عليها، فانت بمجرد ما تقف عليها بالماوس كده اهو فيا دوبك بس الصوره بتكبر. مثلا لو في عايزين مثلا حاجه فيها كلام كواتس مثلا هيجيب لك صور لكواتس، مثلا في كلام صغير مثلا في الصوره دي، فهو بمجرد ان هو يكبرها لك فانت تقدر تقرا الكلام، مش محتاج تدوس على الصوره عشان تقراها. فهي اداه رغم بساطتها ولكن بتفيد كتير في مواقع مثلا رخمه مثلا او عايز تشوف مثلا كلام لو كلام صغير فيها ولا حاجه، فهو بيعمل لك زوم للصوره. الاضافه اللي جايه اظن انها هتعجب ناس كتير واسمها اد بلوك بلس. زي ما هو واضح كده هي اداه بتحذف الاعلانات من اي ويب سايت انت بتزورها وحتى لو على الفيديوهات، ولكن انا عارف ان الموضوع ده لليوتيوبرز مش هيبقى حلو، وانا كيوتيوبر برضو في ناس بتسترزق من موضوع الاعلانات ده. فانت بتخش هنا على السيتنج بتاعه الموقع وفي حاجه اسمها الوايت ليست. فمثلا انت عايز تحط هنا، نحط مثلا هنا لينك اليوتيوب، مثلا هناخد هنا اوبن لينك، ناخد اللينك كوبي اوكي كنترول سي وتحط هنا اللينك في الوايت ليست، فهو كده مش هيشيل الاعلانات اللي على اليوتيوب. يعني تذكروا انك تحطوا اليوتيوب في الوايت ليست. الاضافه اللي جايه واكيد عدت عليك وهي جوجل كيب. احسن حاجه فيها انك اول لما بتدوس عليها تعمل برضو كابتشر للموقع اللي انت واقف فيه زي نوشن بالظبط، ولكن اللي هيفرق هنا ان ساعات مثلا بيبقى في مواقع انت مش عارف تحطها فين. مثلا لو انت مرتب نوشن بتاع البروفايل بتاعك على نوشن فانت مش عارف تحطها فين، فجوجل كيب عباره زي اللي هو المكان اللي تحط فيه كل الافكار، وبعد كده انا باجي بعد كده واسيفهم كل واحده لوحدها. فهو اداه جميله برضو فانك كنوت، وانا كنت بستخدمها من زمان من قبل نوشن، فهي تعتبر يعني الاساس بتاعتي. بس وتخش مثلا عايز تعمل ايديت على اللون بتاعت النوت اي حاجه، فهي اداه قويه برضو فيها كاستمايزيشن كتير فهتفيدك بشكل كويس. واجمل حاجه في الموضوع ده سواء نوشن او جوجل كيب فهما الاثنين اونلاين، فانا اقدر اوصل عليهم من الموبايل
الموبايل، من اللابتوب، من التابلت. فالموضوع بيبقى حلو ان الحاجه ما بتضيعش او الافكار بتاعتك ما بتضيعش، في اي وقت في اي مكان انت افتكرت حاجه تقدر تحطها، مثلا تكتبها على الموبايل ترجع البيت تلاقيها على الكمبيوتر، فبعد كده تقدر تفلترها تحطها في المكان اللي انت عايزه. فالسيستم ده بيبقى لطيف شويه. الاداه اللي بعدها هي بيت ديفندر انتي تراكر. هي ببساطه اداه بتمنع ان المواقع تتبعك. زي ايه مثلا؟ انت دخلت على مواقع زي سو.كوم، جومية، اي حاجه من الحاجات دي، مثلا لو بتبحث على منتج معين، بعد كده تروح تفتح مثلا الفيسبوك تلاقي بتظهر لك اعلانات من نفس الحاجه اللي انت كنت لسه بتبحث عنها. فببساطه الاكستنشن دي دوك بس بتمنع ان المواقع تتتبعك. فمثلا هو فيها في الموقع ده مثلا فيقول لك في سايت انا في يعني الموقع ده بيحلل قعدت فيه قد ايه وكده. في هنا سوشيال ميديا تراكر، وفي هنا ايه اسينشال تراكر. فهو بيتابع كل التفاصيل اللي انت بيمنع المواقع انها تتتبع التفاصيل دي، فده كويس شويه للخصوصيه مش اكتر. الاداه رقم 7 بقى وهي سوشيال بليد. هي اداه بتخليك تتبع قناه معينه مثلا على اليوتيوب. هو الموضوع مفيد لنا كيوتيوبرز، لان انا مثلا ببقى محتاج مثلا ادور على تاجز معينه، اصل ادور على اسم كويس للفيديو بتاعي، ادور على تاجز، ادور على هاشتاج. فالموضوع ده بيكون مفيد لنا كيوتيوبرز. فخلينا مثلا نفتح اليوتيوب، مثلا نفتح اي فيديو مثلا زي ده، بتيجي هنا في الجنب كده بيعرفك في كام مشاهده في الشهر، التاجز اللي بيستخدمها هو على الفيديو ده. فهو بيساعدني في اختيار العناوين والتاجز اللي بحطها على الفيديو. فهي مش ممكن ما تكونش مفيده لكل الناس، لكن هي مفيده ليا واتعودت عليها في الجنب كده على اليمين. ده شيء يعني انا متعود عليه. الاداه اللي بعدها وهي بيكتشر ان بيكتشر، ودي بستخدمها في اليوتيوب عامه انها بتساعدني في المذاكره او لما اجي اتعلم حاجه. بيخلي الفيديو بتاعك يكون يعني على وش كل حاجه انت مش شغال عليها. مثلا فانت مثلا الفيديو انت عايز تتعلم منه مثلا افتر افكت زي ما هو واضح كده، هتدوس على الايقونه بتاعتها دي هيطلع لك الفيديو هنا في الجنب. تقدر تعمل بقى كاستمايزيشن، تكبر، تصغر، ومهما اتحركت في الكمبيوتر بتاعك برضو هيكون الفيديو ده فوق كده هتبقى شايفه قدامك. فسواء كنت بتكتب كود، بتتعلم بريمير، افتر افكت، تتعلم اي حاجه على اليوتيوب او اي حاجه على النت عامه، سواء كانت فيديو، فهو بيجيبها لك بره وبعد كده ايه تقدر تتعلم وتكون شايف البتاع في نفس الوقت. فهي اداه لطيفه يعني في المذاكره عامه. ولو عايز تخرج من الشغل ده تقول باك تو تاب فهيرجع لك الفيديو زي ما هو في الوضع الطبيعي. الاداه اللي بعدها بقى وهي للطلاب شويه وهي فوليوم ماستر. الاداه ببساطه انها بتعلي صوت الفيديوهات. ساعات بيبقى في فيديوهات الدكاتره بيبقى صوتها واطي او مثلا المايك مش واضح شويه بيبقى واطي، فانت بتبقى محتاج تعلي الصوت ده عن المعتاد شويه. فتدوس على الايقونه هنا سواء كان الفيديو اللي احنا مشغلينه ده وتعلي عن الفوليوم شويه بس ما تعليهاش للاخر عشان ما تبوظش السماعات او ما تبوظش ودانك برضو، عشان ساعات الصوت بيبقى عالي قوي. فخد بالك وانت بتعلي عشان ساعات بتعلى قوي يعني. واخر واحده معانا وهي برضو للطلاب، واغلب الطلاب هيعجبهم لانها اداه مهمه اكيد في اوقات الزنقه او اوقات الامتحانات. وعارف لما يكون عليك امتحان ومزنوق في المذاكره كده وعايز تسمع بلاي ليست وعاوز تسرع الفيديو، فدي اداه بتخليك تسرع الفيديو. هتقول لي هتفرق ايه عن اليوتيوب؟ هقول لك ليها استفادتين. الاولى انه مش شرط فيديوهات اليوتيوب بس، انت ممكن تسرع اي فيديو على اي موقع تاني. فدي ممكن يكون في مواقع الفيديو فيها ما بيسرعش، فهي هتساعدك انك تسرعه. الحاجه الثانيه ان هي لما تيجي تفتحها كده ان هي متحدده شويه، يعني في 1.2 1.3، مش زي اليوتيوب حاجات محفوظه بسرعات ثابته ل 1.4 او 1.5 على طول، ينط من 1.4 ل 1.5. فانت ساعات لو انت بتسمع حاجات بسرعه فبتفرق معاك ال1/10 دي. فهي كويسه للزنقات في الامتحانات، يعني انا مجربها الصراحه هتفيدك في ليله الامتحان. بس كده يا سيدي، دول كانوا 10 اضافات انا بستخدمهم في جوجل ومتاكد انها هتفيدك. فشارك الفيديو ده مع اصحابك لانها هتفيدهم برضو. ولو في مواقع او اضافات تانية عرفوني في الكومنتات ده. وشكرا لمشاهدتكم، وقولوا لي عايزين ايه في الفيديو اللي جاي. سلام.